قول. لكن المرافعة اللي حفظتها لك بالكلمة. علي صوتك وشوح بايديك وخبط في الارض ولا يهمك. وهو كذلك. السيد عمر كامل، الحاج عبد العزيز الشرقاوي. من غير نرفزه يا بابا. حضر المدعي والمدعى عليه. نعم يا سيد عمر. يا حضرة القاضي، الموضوع باختصار في حتة أرض بين بيتي وبيت الحاج عبد العزيز. العقد المسجل اللي موجود في دوسيه القضية ينص على عدم إقامة أي نوع من المباني في حتة الأرض دي. استأنف يا حضرة القاضي. استنى يا حاج. الحاج عبد العزيز تجاهل النص اللي في العقد، ومن غير ما ياخد رأي يحاول، بل ابتدى فعلا يقيم حيطة هتسد عليا الهواء وتمنع عني الشمس. استأنف يا حضرة القاضي. وبعدين معاك. اتفضل يا سيد عمر. وأنا أطلب من المحكمة الحكم بمنع إقامة الحيطة وهدم الجزء اللي تم بناؤه فعلا. استأنف بقى يا حضرة القاضي. اتفضل اتكلم. يا حضرات المستشارين، يا سيد الرئيس. مستشارين ايه؟ المحكمة ما فيهاش مستشارين. وماله يا حضرة القاضي؟ كل شيء فضلتك. أرجوك تتكلم باختصار ومن غير مقدمات. يا سيد الرئيس، قضيتنا اليوم هي قضية الحق، ولقد ظهر الحق وزهق الباطل. إن المتهم الواقف أمامكم خلف القضبان الحديدية مجرم أثيم وقاتل زئيم، اعتدى على الشرف والفضيلة الذي والتي يحميهن القانون، قتل حقوق الإنسان التي والذي تكفل بها مجلس الأمن، قتل الحرية الشخصية والحرية العمومية، قتل الأخلاق، قتل الشرف، قتل المدنية والمعمار، قتل أولئك وهؤلاء عامدا مستعمدا. فلذلك ولكل هاتيك المجال أطلب من المحكمة أن تحكم على المتهم السيد عمر كامل بالإعدام شنقا مع سبك الإصرار والترصد. ايه الفصاحة دي يا حاج؟ الظاهر عليك متعلم قوي. والنبي تقول له لحسن مش مصدق. لكن ليه عاوز تشنق السيد عمر؟ للضرورة احتاج. طيب تحب بقى احبسك 24 ساعة؟ متشكر يا حضرة القاضي، كله مقبول منك. لما انت يا اخي مش عارف تتكلم، مش كنت توكل واحد محامي عنك؟ الله 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 الله. والمحامي هيقول ايه اكتر من اللي قلته؟ انا الراجل متعلم. الكلام اللي قلته يدل على انك رجل جاهل. انت خرجت عن الموضوع واتهمت خصمك اتهامات القانون يحاسبك عليها، فانصحك تبقى توكل لك محامي يترافع عنك. المحامي موجود يا حضرة القاضي. قوم يا فاطمة. فاطمة مين يا راجل؟ فاطمة بنتي فلدة كبدي. قربي يا استاذة كيدي القعادي. حضرتك محامية؟ لا يا حضرة القاضي، أنا لسه تلميذة في اللسان. ازاي يا راجل عاوزها تترافع وهي لسه تلميذة؟ وماله، كلها يومين وتمتحن، ثم انها حافظة دروس صم. سمعي له قانون العقوبات. أنا متأسفة قوي يا حضرة القاضي. ايه مش حافظة؟ من فضلك يا حضرة القاضي تأجل القضية لغاية ما يوكل محامي. تخبط انا هتجنن. هي دي قضية عند محامي؟ خلينا اترافع تاني. المحكمة هتأجل القضية للاستعداد. ايه رأيك؟ والله انا رأيي تحيل الاوراق للمفتي وتخلصنا منه. قررت المحكمة التأجيل لجلسة 22 نوفمبر.